هلا والله بحلى متابعين، ورجعت لكم فيديو جديد عن ببجي موبايل. الفيديو هذا كلش مهم للاشخاص اللي يحبون يلعبون باربع والخمس اصابع ويحبون يحترفون اللعبة. تابع الفيديو الى الاخير واشكركم على دعمكم وتفاعلكم الحلو، واذا عجبك المطعم لا تنسانا من اللايك والاشتراك. هسه المهم نجي ولا نطول بالمقدمة. مثل ما شفتوا بالعنوان شلون تلعب الاربع والخمس اصابع. طبعا الاربع اصابع الخمس اصابع راح يغير كل طريقة لعبك، يعني يعطيك سرعة، يعطيك ردة فعل، يعطيك ثبات سكوب ممتاز. بس يعني كي أكون صريح وياكم، إذا تفكر أنت مثلا إذا عندك ضعف بالمواجهات، عندك ضعف باللعبة، وإذا تحاول مثلا إنه تفكر إذا تحول إلى 4 أصابع راح تصير محترف في يوم وليلة. لا، هالشي غلط. يعني أنا أعرف أصدقائي يلعبون بثلاث أصابع ويلعبون أحسن من، يعني كل جيم يجيبون 10 15 كيل. بس الأربع أصابع والخمس أصابع راح يساعدك هواية على مود يعني تتحول من ضعيف الى محترف، ويصير عندك في طريقة لعب نمط يتغير تقريبا كل نمط لعبك، وهواية راح يساعدك الاربع والخمس اصابع. فهسه جبت لكم احسن عناصر تحكم تخليه المكان ويسهل لك وصول استخدام، مثلا ما يصعب عليك الامر، وتلعب باربع اصابع بسهولة خلال يوم يومين تتعود عليهن. المهم تابع الفيديو، راح احكي لك على كل ازرار التحكم هذني، راح ارتبهن لك الاربع اصابع وكلش سهل. طبعا هاي ترتيبي الخاص انا بنفسي، يعني سويته بنفسي. وانتبه يعني وين راح اخلي الازرار وشنو فائدتهن وشلون راح تستخدمهن، وطبعا هم شلون راح تتحول من نوب الى محترف. وهالشي راح يساعدك هوايه، الاربع اصابع راح يساعدك هوايه، فتابع الفيديو الى الاخير. نجي اول شي هو الزر الطرق، كلكم تعرفون لازم تخلون مكانه فوق، والزر الثاني راح تخلونه تصغرونه وتخلوه له وحده، لا تخلونه واحد فوق الثاني، هالشي غلط. اوكي، نجي هذني مالات العلاج نخليهن هنا اثنيناتن سوا. طبعا زر الحركة تخليه بقد اصبعك، لا تنسى زر الحركة خليه بقد اصبعك. الجنطة شوية نكبرها نخليها على الزاوية. هذني مالت البنك بعدين نسويهن. هسه نجي للسلاح، نجي شوي نغير مكان السلاح. طبعا السلاح تقدر تخليه فوق يم الخريطة، هسه بعد شوي راح اقول لك وين تخليه افضل مكان له، بس انا كرأي شخص تخليه هنا على مود بسرعة توصل. مثلا اذا خلص طلق سلاحك الاول تتحول للسلاح الثاني، هنا بسرعة تقدر توصلهن. نخلي مات الرمانة والعلاج هم يم السلاح. طبعا مات فتح الباب ومات ركوب السيارة نخليهن مع بعض، لان انت من تتقرب للسيارة راح يظهر لك ركوب السيارة، اذا شوية تروح من يم السيارة راح يختفن. طبعا المخزن نخليها من السلاح، وطبعا هاي مات الركض هواية اشخاص يستخدمونها نخليها من نفس الشي هنا على مود تركض تلقائي. نجي للغفز، طبعا هم نخليها هنا، نخليها وحدة فوق الثانية. هاي ما تتغفسم كلش مهمة، لازم تخليها يم صبعك الأساسي على مود بسرعة توصلها. تعرفون يعني باللعبة فوق 100 مرة تستخدم الغفز بالجيم الواحد، فلازم تخليها يم صبعك الأساسي، يعني إصبعك الكبير الإبهام. نجي علامة البينج اليمين واليسار من تبيك، هني كلش مهمات على مود تحترف اللعبة، ولازم تخليهن يم صبعك الأساسي. تقدر تخليهن مثلا شوية فوق، أما هناك أفضل مكان إلك وتقدر بسرعة توصلهن وما راح يصعب عليك الأمر. طبعا نخليها مات الخروج من السيارة. طبعا هاي الاعدادات شبيه بخمسة اصابع، بس انه 4 اصابع، بس شبيه ل5 اصابع، يعني كانك جاي تلعب 5 اصابع. نجي نخلي مالت الانبطاح. هواي يسألون ليش مخلي الانبطاح يهم الخروج مع السيارة، لان انت من تركب السيارة الانبطاح راح يختفي، ومن تنزل من السيارة الخروج راح يختفي. نجي نخلي الانحناء هم يم القفز. طبعا الاعدادات كلش ممتازات وكلش سهلات، تقدر بسرعة تستخدمهن وتحترف الاربع اصابع خلال يوم واحد. اصابع ايدك اصابع ايدك راح يتعود عليهن، وبعد ما تشتهي ترجع غير هذين الاعدادات. يعني تقدر لما ترتبهن على طريقتك الخاصة، مثلا اذا زر ما عجبك وين تخليه تقدر ترتبه انت براحتك. نجي نخلي من تبيك السكوب. طبعا هنا لا تخليه كلش، خليه بهاي المسافة ممتازة. نخيطها بنخليها يمه. نيجي ننزل هذين نرتبهن بعدين مكان. نيجي نخلي الخريطة هم هنا، نشيل الخريطة فوق. طبعا لا تخلي الخريطة من السكوب، لان من اوقات من تيجي تبيك على شخص تدوس على الخريطة بالغلط وتطلع لك الخريطة، راح تعطي فرصة لخصمك ويقتلك هنا. اوكي، هنا نجي مالت الصوت والاعدادات هم نخليهن يم الخريطة. طبعا انت متعودين عليهن يم الخريطة فمو لازم نغير مكانهن، بس شوي نجيبن على الجنب. علامة الكاميرا هم نخليها يم الاصدقاء. طبعا هاي هنا ما تصير، نشيلها شوي فوق نخليها يم الرقص.
يعني الاعدادات كلش ممتازات، يعني هسه مرتبين كامل تشوفون شلون يعني الترتيب كلش ممتاز. منظور الشخص الاول هم نخليه مثل ما قلت لكم هنا الاعدادات شبيه اعدادات الخمس اصابع، مثل ما تشوفون الانبطاح الخروج. منظور الشخص الاول انا خليته يم زر اطلاق وهيك يعتبر 5 اصابع، وخاصة الاشخاص اللي يلعبون جيوسكوب يعني كلش ممتازات اللي هم الاعدادات، وبدون جيوسكوب هم كلش ممتازات. نجي نرتب هذني هنا. طبعا هاي مالت المراسل نخليها شوية فوق على مود من تدوس على المراسل لا تدوس على غير زر. العين هم نخليها يم شوية نكبرها، بس هنا هم نخلي العين مثل ما تشوفون هنا كبر كل شي عندنا، يعني ازرار يعني مرتبات وسهل استخدامهن، واهم شي هو عناصر الاساسيات مثل البينج، الغرز، الانحناء، الانبطاح، الطلق والسكوب وزر الحركة. هذين كلش مهمات لازم تخليهن يم اصابعك الاساسيات على مود بسرعة توصل لهن. خاص مثلا القفز والانحناء، السلاح تقدر تخلي السلاح هنا فوق، يعني مثل السنايبر تخليه فوق وسلاح الرش تخليه حذر، بس انا افضل نخليهم مع بعض. ممكن هواي اشخاص يستخدمون اسلحة الرش مع بعض، يستخدم ديب والانفورة وكذا، بس هم تقدر تخليه فوق يعني حسب مزاجك انت. وتجي بعدين هنا تجي تخفيهن. انت اول شي لا تخفيهن، حاول تلعب بيهن مثلا كم جيم مستودع، كم جيم بالتدريب، يعني كامل تتعود عليهن مجرد يوم فات 4 ساعات تتعود على الازرار، بعدين اخفيهن وادخل كلاسيك. صدقني انا راح اشوف كل طريقة لعبك راح تختلف، تثبيت السكوب، ردة الفعل، السرعة. يعني صح اول يوم راح يصير بيدك شوية شلل، شوية تعب، اول جيم ممكن تتعب، بس والله صدقني مجرد يوم واحد راح تتعود عليهن، ومستحيل بعد تعوفن وما تقدر تعوفن بعد. ومثل ما قلت لكم الاربع اصابع بس راح يساعدك تحترف اللعبة بسرعة. يعني اذا انت عندك ضعف في المواجهات وتفكر اذا تحول 4 اصابع وتصير محترف، لا هالشي غلط، بس راح يساعدك على مود تحترف اللعبة. انا يعني مثل ما قلت لكم اكو اشخاص عندي يعني اصدقائي يلعبون 3 اصابع وكل جيم يجيبون 10 15 كيل وهواي يلعبون حلو. اوكي، فسوي هالازرار، تدخل غرفة التدريب المستودع وتبغى تتدرب، يعني بس تتدرب مجرد 4 ساعات ساعتين، تبغى تتدرب بس تتدرب لحد ما ايدك عصب ايدك. طبعا هنا على مود تضبط كل شي وياك تجي هذين الاثنين عصر تخلين اضغط باستمرار، او تخلين مثلي مختلط واضغط باستمرار. هذين راح يساعد انك من تدوس على السكوب، تدوس يعني تخلي صبعك على السكوب راح يبقى على حالة السكوب، من تشيل صبعك السكوب السلاح راح يرجع على الحالة الاولية، وهالشي راح يساعدك بردة الفعل، ونفس الشي راح يعطيك سرعة. طبعا هنا البينج هم من تدوس عليه تبغى دايس عليه، ومن نشيل اصبعك اليمين يسار، من نشيل اصبعك راح يرجع على حالة الاولية اللاعب، وهالشي هواي راح يفيدك هواي ردة الفعل. مثلا من يجيك خصمين مثلا من اليمين واليسار او الشمال، بسرعة تقدر تخلي السكوب على خصم الثاني. مثل ما تشوفون من تخلي صبعك هيك السكوب راح يبقى، من تشيل صبعك راح يرجع اللاعب على الحالة الاولية، وراح يعطيك يعني تقريبا 4 اصابع. بالمناسبة على طاولة 4 اصابع ال5 اصابع، ال5 اصابع يعني اذا انت عندك جهاز ال4 اصابع كلش مناسبات له، يعني مو لازم تحول 6 اصابع ل5 اصابع، راح يعطيك نفس السرعة نفس الحركة نفس يعني كل نفس، بس راح يسوي لك شوية تعب بيدك. يعني اذا انت عندك جهاز ال4 اصابع كلش ممتازات له، بس اذا انت عندك ايباد هالشي يختلف، تقدر مثلا ايباد شاشته كلش كبيرة وتقدر تخلي مثلا حتى ب10 اصابع تقدر تلعب، بس بالجهاز تقدر تلعب ب4 اصابع. هاي اول شي راح يعطيك سرعة ممتازة، ردة فعل بعد مو لازم تحول ل5 اصابع و6 اصابع. وثاني شي اذا تحول ل5 و6 اصابع، اول شي مزقة الجهاز راح تكون شوية صعبة عليك، وحتى لو تتعود تمسك الجهاز ممكن بنص الجيم او من تكمل جيم ايدك راح يصير بيها شلل وتتعب، يعني راح تختر، فما يريد تحول ل5 و6 اصابع، وهو راح يعطيك اصلا نفس التجربة ل4 اصابع. اوكي، ال4 اصابع كلش ممتازات، راح يغير من كل طريقة لعبك، يعني يخلينك فد مساعدة، يعني يساعدنك هواي على مود تحترف في اللعبة، يعطينك فد نمط خاص بيك انت بس. فمن هسه حولوا ل4 اصابع ماكو اي شي صعب، بس مجرد يوم او يومين صعب عليك راح يكون بعدين سهل. وهاي هم احسن اعدادات رتبهن لك، واذا انت ما عجبك اي زي مثلا انا خليته مكان تقدر تغير مكانه وتخليه على مزاجك انت. فوصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الشرح لا تنسانا من اللايك والاشتراك، اهم شي هو اللايك على مود كل متابعين يشوفون الفيديو، واشكركم على تفاعلكم الحلو ودعمكم من كل قلبي. في امان الله.